مرشح قائمة الإصلاح السيد الدكتور صالح بدارني مرشح قائمة النهضة. أيها الإخوة، في قائمة عراب الغد زملائي في العمل البلدي في المجلس المحلي القادم على المنصة وبين الحضور أخي وزميلي الدكتور أحمد نصار عن قائمة أبناء البطوف أبناء البلد، السيد نزار كناني عن قائمة الوعد والوفاء، والسيد عادل عاصي عن قائمة الكرامة والانتماء، والأستاذ جميل نعامني عن قائمة طلائع العمل البلدي، والسيد عادل بدارني والسيد نبيل بوشناق عن قائمة الفجر الجديد، والسيد محمود سليم ياسين عن قائمة العمال والفلاحين. أهلا بكم في هذا المهرجان الكبير، أهلا بهذا التحالف الواسع، أهلا بإدارة المجلس المحلي القادمة. أيها الحضور الكرام، أيها البحر البشري، أيها البحر البشري الحاضر الهادر من شيب وشباب ونساء ورجال، أيها الغيورون على مصلحة البلد ومستقبل الشباب، أيها المسكونون بحب الناس المتطلعون لخدمة الناس كل الناس، أيها المتوافدون إلى هنا من كل حارة وحي وشارع، من كل الشرائح والمشارب والأطياف والطوائف، أنتم الوجه الناصع لبلدي، أنتم ضمير هذا البلد، أنتم الضمير الحي، أنتم مبعث الأمل ومكمن الخير ومنبع الصدق ومنهل العطاء. أنتم أهلي وإخوتي وأخواتي، واليوم أقف هنا وأقول: ما أكثر إخوتي الذين لم تلدهم أمي. أيها الحفل الكريم من شيوخ أفاضل وأمهات ماجدات وشباب أحبهم وأطفال، أيها الحفل الكريم والحشد الجبار من رجال ونساء، يومان اثنان يفصلاننا عن معركة الانتخابات، عن الحسم في الجولة الثانية. لقد طرح الجميع شعار التغيير منذ البداية، وكان التغيير ضروريا لأن هناك ثلاثة ثوابت أو ثلاثة مقدسات انتهكت في السنوات الخمس الأخيرة، وآن الأوان لرد الاعتبار لهذه الثوابت. هي الأرض والتعليم والإنسان. لقد انتهكت الأرض ومزقت أوصالها تحت ذريعة التطوير والتخطيط، ونحن نقول إن ما يسمونه بالتطوير والتخطيط هو شكل جديد من أشكال المصادرة. فالمصادرة التي كانت تنفذ في السبعينيات بشكل مباشر أصبحت تنفذ تحت شعارات براقة، هي التطوير والبناء والتخطيط. وكلما
طرح هذا الموضوع تساءلنا ونتساءل اليوم: ماذا يخدم شعب